يا مساء الفل عليكم. وحشتوني كتير كتير من القصة اللي فاتت، وجايبالكم النهاردة بقى حكاية أنا متأكدة إن شاء الله إنها هتعجبكم جدا. بس قبل ما نبدأ الحكاية ونشوف هتقول إيه، حابة بس أفكركم بقنواتي: قصص منسية، وحكايات مايا، وأفلام وقصص كاملة. دول قنواتي التلاتة. ياريت تتأكدوا إنكم مشتركين في التلات قنوات علشان يوصل لكم أي حكاية وقصة ورواية إحنا بننزلها. هنسيب اللينك في أول كومنت مثبت. ولو عجبتكم حكاية النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل القصص الجديدة اللي هتنزل. ويلا بينا نشوف حكاية النهاردة هتقول ايه. بابا، أنا هفسخ خطوبتي مع وليد، ده قرار نهائي. انتي بتقولي ايه يا بسمة؟ انتي اتجننتي؟ لا يا بابا، ما اتجننتش. أنا مش هقدر أكمل مع الإنسان ده. ده كل حياته شغل، شغل وبس، لمجرد إنه عايز يكون في مستوى اجتماعي كبير. أنا مش عايزة فلوس يا بابا، أنا عايزة بس أحس بالأمان. يا بنتي، يا بنتي، هو بيعمل كده عشان بس يأمن مستقبلكم. يا بسمة، إحنا في زمن صعب، بلاش تفاهة وهبل. دي مش تفاهة يا بابا، أنا بتكلم على الأمان اللي حاساه دايما وأنا في حضنك. معقولة؟ معقولة أتجوز واحد يسحب مني الأمان ده؟ ما ردش عليا. كلامي صح يا بابا مش كده؟ اللي انت عايزاه اعمل ايه يا بسمة، وانا في ظهرك في اي حاجة. انا مش هغصبك يا بنتي على اي حاجة. جريت، اترميت في حضنه. ربنا ما يحرمني منك يا بابا. انا انا مش بحبه يا بابا، هو قاسي قوي. هكلمه ويجي وافسخ الخطوبة يا بسمة، الا قلبك يا بنتي، وان شاء الله ربنا يرزقك باللي بتتمنيه. لا 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 لا، شكرا، اتعشت كده يا والدي. انا قاعدة معاك بقى، بلا جواز بلا غيره. هتترهبني يعني؟ انا نفسي افرح بيك يا بسمة لما ربنا يأذن يا بابا ان شاء الله. ونعم بالله يا بنتي. انا هنام شوية واصحى اكلمه عشان يجي. ماشي يا بابا، نوم العوافي. انا بسمة، عندي 21 سنة، في تالتة كلية تربية انجليزي. بابا وماما دول كل دنيتي، كل حاجة. بس أنا قريبة لبابا أكتر حبتين تلاتة. في ناس بتقول إن البنت بتكون حبيبة أبوها. أنا فعلا كده. اتخطبت لوليد لأنه ابن صديق بابا. هو جنتل وقمر والكلام الفارغ ده كله. أعترف، أعترف إن دي حاجات كانت شداني. بس لما اتخطبنا لقيت إن الوردة لما تخطف عينك ببريقها وتقرب منها وتلمسها تلاقيها كلها شوك فتجرح ايدك. هي مجرد شكل وبس. ده وليد، جميل من بره، بس جمال شكل هيروح مع العمر. لكن هو في الحقيقة إنسان قاسي، كل همه يشتغل يحسن مستواه وبس. لكن الإنسانة اللي هتكون شريكة حياته ملهوش دعوة بيها ولا هماه، ولا همه أي شعور، أي شعور يخصها. هي ذات نفسها ما تخصوش. بقالنا 6 شهور مخطوبين. بخاف منه، حتى دايما جعان فلوس وبس. لما بنقعد كل ما يجي، اللي بتكون كل مرة شهر يعني، لأن الزيارة بتكون كل سنة مرة، بيحكي لي الشغل وصفقاته وقد إيه هو مديره مبسوط منه. بفضل ساكتة بسمع له، وأنا بقول إمتى دوري هيجي وأتكلم، إمتى هيحب يسمعني. لكن واضح إن ده عمره ما هيحصل، ولا عمره هيشوف غير نفسه وبس. إنسان أناني ومادي، ما عندهوش إحساس، كمان هيبعدني عن ربنا. أنا يمكن أكون اتأخرت في الخطوة دي، بس الحمد لله إنها جت عشان أخلص من الإنسان ده. كده لازم أنا وهو نسيب بعض. أنا مش زعلانة عليه ولا حاسة بأي وجع، لأني أصلا ما حبيتهوش، بس حاسة إن مفيش حب. أنا بقيت مش عايزة أي راجل يقرب مني تاني، ولا إن ممكن قلبي يدق لحد أصلا. تليفوني رن برقم أنتمتي الوحيدة، منى. هي أقرب صاحبة ليا وتعرف كل حاجة عني، وأنا أعرف كل حاجة عنها. منون حبيبتي، صوتك حلو ومبسوطة. خير؟ انت يا بت هتقري عليا ولا ايه؟ اتنيلي، هقر عليكي على ايه؟ انطقي في ايه؟ طب بالراحة يا باشا، ما تزقش. حذري فزري، انا مبسوطة ليه؟ بت، هي مش فوازين نيلي. اخلصي. عنيفة قوي. هتخلصي ولا اقفل في وشك؟ ما تقدريش اصلا، بس هكسب فيكي ثواب واقولك. ها، انا قلت لبابا وهفسخ الخطوبة. بجد يا بسمة؟ اه والله، بابا وافق الحمد لله، وهيكلمه يجي ياخد حاجته. الف مبروك يا حبيبتي. كان بني ادم زبالة اصلا. يلا سيبك، ما يستاهلش ياخد مننا حسنات. على رأيك، ان شاء الله ربنا يعوضك بالاحسن.
لا 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 لا، شكرا، أنا مش عايزة أرتبط تاني. ليه يا بسمة؟ دي تجربة فاشلة، ما تخليهاش يعني تأثر على حياتك. لا يا منى، ما بقاش أصلا في حب ولا أمان في الزمن ده. لا في يا أختي، الرجالة مش زي بعضها، وصوابعك مش زي بعضها، بس أكيد مش هلاقي اللي بتمناه. إن شاء الله هتلاقي. مش انتي اللي دايما بتقولي ربنا بيعوض، وبيعوض العوض اللي بتتمناه وأحلى كمان؟ أنا واثقة في كده يا منى، بس يعني مفيش بس، خلينا نقول يا رب وبس. يا رب يا منى. بصي بقى، انتي لازم تيجي خطوبة إسراء. يا بنتي، يا بنتي انتي عارفة أنا بحب أختك قد إيه، بس بابا مش هيوافق، وأنا أصلا مش بحب الدوشة وكده. معلش، تعالي على نفسك شوية، حاولي اقنعي باباكي. حاضر، هحاول. هي امتى؟ الخميس اللي جاي، معاكي أسبوع أهو، اقنعيه. حاضر يا منى، يلا سلام. سلام يا مجنونة. اليوم عدى ووليد جه، وبابا فسخ الخطوبة معاه، وسمعت وانا في اوضتي وهو بيقولي هتندمي يا بسمة. انا كنت هندم فعلا لو ما فسختش الخطوبة دي وبعدت عن الانسان ده. فضلت اقنع في بابا على مدار الاسبوع لحد ما اخيرا وافق ان اروح خطوبة اسراء اخت منا، بس طبعا بشرط اني ما اتاخرش واجي بسرعة. كده كده انا مش هقعد كتير. لبست فستاني، كان فستان رقيق قوي، كان شكلي كيوت وقمر. نزلت وهي بيتها مش بعيد عني، قلت هتمشاها. لسه كنت هعدي الشارع، لقيت فجأة عربية جاية بسرعة عليا. غمضت عيني، اتشهدت اني خلاص هموت، بس فجأة فرمل. انا فتحت عيني، بدأت اخد نفسي. حصل لك حاجة يا أنسة؟ مش تفتح يا أستاذ انت؟ أعمار الناس عندك ملهاش قيمة ولا ايه؟ حضرتك اللي ظهرتيلي فجأة. يا سلام، ليه جنية ولا طلعت من تحت الأرض يعني؟ بقولك ايه، أنا مستعجل، ومع ذلك وقفت أشوفك حصل لك حاجة ولا لأ. لا والله، لا حقيقي مش عارفة أودي كرم أخلاقك فين. لا بجد. يا بنتي، يا بنتي ايه لسانك المبرد ده؟ أصلا مش لايق على شكلك الكيوت ده خالص. مالكش دعوة بيا، ويلا بقى روح شوف طريقك. سبته ومشيت، بس كنت ماشية بالراحة. أنا لما بتخض أعصابي بتتعب، بحس كأن جسمي كله مشلول. باخد شوية على ما تتحرك بطبيعتي، بس مع الأسف جه ورايا. يا أنسة، أنا آسف، بس باين على حضرتك إنك تعبانة. أنا كويسة يا أستاذ، خلاص حصل خير. طب تحب أوصلك أي مكان؟ لا شكرا. لا، ده انت عنيدة جدا. انت مش قلت انك مستعجل؟ شوف مشوارك بقى. تصدقي ان انا غلطان اني قلقت عليكي ومشيت وراكي؟ اه، انت غلطان. ممكن تحل عن سماية بقى؟ ما شفتش بنت بلسانك، اعوذ بالله. مشي اخيرا، وانا مشيت شوية وكنت وصلت، بس اعصابي كانت لسه مشدودة. طلعت، كانت الخطوبة بدأت. وقفت على الباب عشان ألمح منا صاحبتي. هما بيتهم كبير ما شاء الله، هو المعازيم كانوا كتير، وأنا بصراحة كنت فعلا مكسوفة. بسمة، اتأخرتي ليه كده؟ حادثة، بس الحمد لله جت سليمة. حادثة؟ حادثة ايه، انت كويسة؟ اه انا كويسة، ما تقلقيش. تعالي تعالي لما اسلم على اسراء، علشان مش هقعد كتير. اتلمي يا بسمة، انت لسه جاية اصلا، ما تخلينيش اقلب ها. حاضر يا منى، بس بالراحة عليا. طب قدامي يا اختي. روكا يا قمر، الف مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك يا بسمة، عقبالك. تسلميلي يا رب. بسمة، تجولي كده وانا هسلم على قرايبنا واجيلك. ماشي يا منون، براحتك. وقفت على جنب لاني ما كنتش اعرف حد، وسرحت في خطوبتي اللي كنت فاكرة انها احسن خطوبة. كنت فاكرة اني اخدت احسن انسان. دمعت، معرفش ليه، بس انا استغبيت نفسي اني بعيط على حاجة ما تستاهلش اصلا، حاجة لازم انساها واكمل حياتي. لقيت فجأة حد وقف جنبي وقال لي شكلك مش بتحب الدوشة. بصيت له، بس كانت عيني مليانة دموع. مسحتها بسرعة، لفيت وشي بعيد وظبطت صوتي. انت تاني؟ شفتي؟ شفتي الصدف؟ ما قلتلك اوصلك. شكرا، كفاية انك كنت هتموتني. انا اعتذرت، انا اسف مرة تانية. حصل خير. انا احمد، وانتي؟ بسمة. اسمك حلو قوي. شكرا، بعد اذنك. رايحة فين؟ هروح، كفاية كده لاني اتأخرت. تحبي أوصلك؟ شكرا، المكان مش بعيد. أوكي، مع السلامة. مشيت، سلمت على إسراء، دورت على منة وسلمت عليها.
وبعد خناق كتير سابتني أخيرا أمشي. هو لسه في رجالة سمر حلوين؟ سبحان الله، على قد ما هو مش أبيض وعيونه خضرة بقى وحسين فهمي ولا مهند كده، لكنه زي القمر. عيونه حلوة، عيونه لونها سواد الليل، شعره أسود، كان لابس بدلة تحفة، شكله يجنن. ايه الهبل ده؟ تاني الشكل، تاني بتفكري نفس التفكير؟ وبعدين أنا بفكر فيه ليه أصلا؟ لا، غضي بصرك يا بسمة، فوق يا بسمة، بلاش تغلطي نفس الغلطة تاني. صح، أنا لازم أفوق. وصلت البيت واتوضيت، فتحت الفيس أقلب فيه شوية، لقيت رسالة من شاب معرفوش في الأزر: لم أعلم كيف ومتى وقعت في حبك، فللوهلة الأولى لك خطفت أنفاسي، ولكن شاء القدر أن يبعدك عني، ولكن فتعلمي أن حبك في فؤادي لن يزول. اتصدمت جدا، ايه الكلام ده؟ ومين الرسالة دي؟ كانت يوم خطوبتي، يا ترى مين؟ الاسم مش حقيقي، والفيس ما فيهوش أي معلومة علشان تعرفني هو مين. بس فعلا حاجة تحير، والله هعرف ازاي؟ ما أنا فضولية، فضولي هيقتلني يا جماعة، بس أنا مش قادرة. أوف، شخص مجهول الهوية بيحبني؟ وبعدين بقى خلاص، هو أصلا ما بعتش تاني، والكلام ده فات عليه كتير، 6 شهور بحالهم. ده زمان ونسيني أصلا. نمت وصحيت، اليوم عدى عادي روتيني. فتحت الفيس، دخلت على الأزر، ولقيت رسالة منه. حاجة غريبة قوي. معقول لسه فاكرني؟ يا هنايا يا سعدي برجوع الأمل ليا، إنك تكوني ليا، يا كل ما ليا في الدنيا دي. ايه ده بقى؟ هي ناقصة جنان ولا ايه؟ كلمات أغنية دي ولا ايه؟ معنى كده إن عرف إن فسخت خطوبتي. منين عرف؟ وازاي أنا ما نزلتش أي حاجة على الفيسبوك أصلا؟ لا، ده استهبال. معقول يكون في حد بيراقبني وعارف عني كل حاجة زي الروايات؟ ايه العبط اللي أنا بقوله ده؟ أنا دماغي لسعت خلاص ولا ايه؟ اتصلت منى عشان أحكي لها. بسمتي عاملة ايه؟ كويسة يا منى. تصدقي واضح؟ في ايه يا آخرة صبري؟ هحكيلك لأني خلاص اتجننت. وحكيت لها كل حاجة. وبعدين بس تفتكري ده مين بقى؟ الله أعلم. هو انتي هتشغلي دماغك بحاجة هبلة؟ ممكن يكون واحد بيستهبل وبيستظرف وعايز يتسلى. أيوة صح يا منى، معاكي حق. ما أنا عارفة يا أختي إن أنا دايما بطلع صح وانتي اللي غلط. لاحظي إني كلامك جارح. اتوكسي، تعرفي تتوكسي؟ هتوكس حاضر، هتوكس أكتر من كده؟ ده ايه الوكسة السودا دي؟ بتنتي سافرتي البلد من ورايا؟ لو النبي يا أختي ما حصل، بس نفسي. اتنيلي ويلا امشي بقى عشان أنا مش فاضيالك. انتي بتوزعيني يا منى؟ ما كانش العشاء ولا الغدا ولا الفطار يا أختي. يلا اسرحي بقى. حاضر هسرح، سلام. سلام يا حبيبتي. منى معاها حق، أنا لازم أفوق وأحاول أكبر دماغي. يمكن تسلية. لازم أركز في دراستي وكورساتي وبس. قعدت أذاكر، اليوم عدى، أيام كتير عدت، كل يوم رسالة أحلى من اللي قبلها، بقيت بستناها. معرفتش أعمل زي ما منى ما قالت، فضولي كان قاتلني، وبقيت كل يوم أفتح وأقرأ الرسالة. فات شهر على الحال ده، بقيت أنا اللي عايزاه يبعت، ولو اتأخر عن ميعاد ما بيبعتها ببقى هتجنن. وفي يوم الميعاد اتأخر من الصبح بالليل، ما كنتش عارفة أعمل حاجة ولا أفكر في أي حاجة تانية لحد ما بعتها. بدأت أخد نفسي وقتها وأهدى. بسمة. أيوة يا ماما. انزلي اشتري شوية حاجات من السوبر ماركت، أنا كاتبالك الورقة أهي. لازم يعني يا ماما دلوقتي؟ أيوة، وراكي إيه يعني؟ اخلصي. حاضر يا ماما. لبست ونزلت وجبت الحاجة، وأنا مروحة اتصدمت باللي واقف قدامي. وليد. وليد. ملحقتيش تنسيني يعني؟ ابعد عن طريقي أحسن لك يا وليد. لا مش هبعد يا بسمة. بقى انتي ترفضين أنا؟ أرفضك انت، لأنك إنسان أناني ومادي بعيد عن ربنا، واللي بيبعد عن ربنا وعن طاعة عمري أبدا ما أمن لنفسي معاه. ما تبطلي حكم وأشعار يا ست الشيخة. طيب ممكن بقى تبعد عن طريقي؟ مش هبعد غير لما تعرفي إنك ولا حاجة، أو ما كنتش تحلمي إن حد زيي يبصلك. ليه؟ توم كروز بقى أنت ولا إيه؟ وفجأة سكت وأنا ببصله. أحمد. بسمة، روحي على البيت وأنا هتصرف مع الأستاذ. هو ده مين بقى البلطجي بتاعك يا شيخة بسمة؟ أنا كنت انهارت من كلامه وطريقته، ومعرفش أحمد ظهر لي منين. لا أنا خطيبها يا خفيف.
ويلا بقى من هنا، بدل ما اخلي وشك شوارع. اتكلم على قدك يا بتاع انت. ده انا بتليفون اوديك ورا الشمس. تصدق انا نفسي فعلا اتفسح. وقام ضربه. اتصدمت من كمية الضرب اللي احمد ضربها الوليد. ضربة جامدة قوي. بصلي وزعق. انا مش قلتلك روحي؟ ما بتسمعش الكلام ليه؟ اتفضلي قدامي. مشيت بسرعة وهو سابه في الارض وجي ورايا. انا كنت تقريبا بجري مش بمد. بس اول ما دخلت العمارة وقفني. بسمع. انا اسف اني اتعصبت عليكي، بس ما كنتش عايزك تقفي لو حصل موقف تاني زي كده. يا ريت لما اقولك امشي تمشي. مفهوم؟ حاضر. كفاية عياط. ممكن عشان خاطري. انت ازاي تقول اني خطيبتك؟ بالليل هتعرفي يا بسمتي. انا بشرب القهوة مظبوط، ولو ما عجبتنيش انت حرة. هتعمل ايه يعني ان شاء الله؟ هشربها برضو. كفاية انها منك. يلا اطلعي بقى بسرعة. ماشي، سلام. سلام يا مجنناني. طلعت. حكيت لبابا وماما عن اللي حصل. انا هتصرف مع الحيوان ده. المهم ان احمد جاي يتقدم لك بالليل. بس يا بابا، انا مش عاوزة دلوقتي. بسمة حبيبتي، ده تعارف. لو مرتحتيش خلاص. ماشي يا بابا. دخلت اوضتي وفكرت ليه يتقدم لي، وازاي ظهر في نفس المكان اللي انا موجودة فيه. حاجة تجنن فعلا. طب وبعدين؟ هلاقيها منه ولا من؟ والتاني ده اللي بستنى رسايله. انا لازم انسى الهبل ده. حتى احمد، انا مش هوافق عليه. انا محتارة، مشوشة قوي. فتحت الازر ولقيت رسالة جديدة. رسالتين في يوم واحد. جديدة دي. حان موعد لقائنا يا بسمة حياتي. لا، ده كده كتير عليا. ما هو ده كده جنان رسمي فهمي نظمي. انا ناقصة حيرة. يعني عدى الوقت وانا دماغي هتشت. جه احمد وقعد مع بابا. خرجت وقعدت وخرجوا وسابونا لوحدنا. بسمتي. بصراحة قلبي اترعش مع إنها مش أول مرة. وفضلت ساكتة. موعد لقائنا جه يا بسمة حياتي. اتصدمت. برقت. هو اللي سمعته ده صح؟ رفعت عيني وبصيت له. كان زي القمر بصراحة. قولي إن اللي فهمته ده كدب. لا يا بسمتي، مش كدب. أيوة أنا. أنت. أنت إزاي؟ أنا يا ستي الحبيب المجهول. أنا اللي كنت بتمناكي. بس كنت عارف إنك رافضة الارتباط بسبب الدراسة، وإنك مش عايزة تنشغلي عنها. أنا شفتك كتير مع منى صاحبتك، ومن يوم ما شفتك كنتي خطفتي قلبي. مفيش بنت خطفتني زيك كده. بس أنا بصراحة اتصدمت بخطوبتك. اتوجعت. كنت هتجنن لو ما بعتلكيش الرسالة. وجالي شغل في السعودية وقبلته. كنت عايزة أبعد بأي شكل. بس ما كنتش ببطل إني أدعي تكوني من نصيبي. كنت واثق إن ربنا هيحقق لي اللي بتمناه، وهيقلب الموازين، وتكوني من نصيبي. يوم ما كنت هخبطك كنت لسه راجع من السفر، ولما شفتك جهدت إني أعمل نفسي معرفكيش، ولسانك اللي كان بينقط سكر ده. ولما رحت الخطوبة وركزت في إيدك ما لقيتش دبلة. لما قربت منك وشفت دموعك اتأكدت إنك فسختي. وبعتلك الرسالة التانية. سافرت 20 يوم. كنت ببعتلك كل يوم، ونزلت بس عشان أشوفك. قعدت 10 أيام أستنى إنك تنزلي، لحد ما فعلا أخيرا نزلتي. مشيت وراكي، أو ما كنتش هكلمك، بس لولا الموقف اللي حصل بتاع الحيوان ده، وكنت عند باباكي وقلت له إن عايزة أتقدملك ووافق. لولا كل ده حصل. أنا كنت بعيط. في حد بيحبني كده؟ وإنه يقطع المسافة دي كلها عشان ينزل يشوفني؟ أنا مش مصدقة. قد إيه ربنا كريم. مش كفاية عياط بقى يا بسمتي؟ هديت. طب انت ايه علاقتك بأهل منى صاحبتي؟ أخوها صاحبي، وأصر إني أنزل أشوفه وأحضر خطوبة أخته. والحمد لله إني نزلت عشان أشوفك تاني. اتكسفت، ما ردتش. أنا أنا هصلي وأبلغ خراتي لبابا، وأنا هستنى إن شاء الله. إن شاء الله. مشي. وأنا دخلت أوضتي. أنا كنت فعلا هطير من السعادة. أنا معرفش إزاي فرحانة كده. أنا كنت مش عايزة ارتبط ولا أقرب من حد تاني، بس هو اقتحمني. فتحت الفيسبوك وكتبت: الحب إن تسمحي لمن يحبك بأن يكداحك ويهزمك ويسطو على كل شيء هو أنت. عدى أسبوع وبلغت بابا موافقتي. أحمد فضل يقنع بابا إن كتب الكتاب والفرح هيكونوا في خلال شهر عشان هنسافر مع بعض. اتفقوا فعلا إن كتب الكتاب كمان أسبوع، وبعد شهر الفرح. وافق أحمد بعد عذاب.
والنهاردة كتب الكتاب. قال المأذون جملته الشهيرة، بصلي وابتسم. مبروك يا بسمة حياتي وسر سعادتي. الله يبارك فيك يا أحمد. هو أنا اسمي حلو كده ليه منك؟ اتكسفت وسكت. محدش أسعد مني في الدنيا دي النهاردة. قد كده فرحان يا أحمد؟ فرحان؟ فرحان دي كلمة قليلة أوي يا بسمة. ده انتي دعوتي وأمنيتي. تعبتيني يا شيخة. أنا عملت حاجة؟ عملتي. علقتي قلبي وعقلي وكياني بيكي. اتكسفت وما كنتش عارفة أرد على الكلام الحلو. طب بسمة، واضح يعني إن موضوع الكسوف زيادة عندك شويتين، وفي حضن كاتب الكتاب كده، وأنا بصراحة مش هتنازل عنه. ها؟ شدني لحضنه. لا، تسيبني براحتك بس وانتي في حضني. بحبك يا بسمة. وأنا بحبك يا أحمد. قلتي إيه؟ ما قلتش حاجة. لا، لا، قلتي إيه؟ تقريبا كده قلت بحبك. يا فرج الله. وأنا بموت فيكي يا مجنناني. أنا عايزة أكل بيتزا. تصدقي إنك فصيلة؟ بس من عينيا يا ست البنات. بكرة هتكون عندك. ولحد هنا انتهت قصتنا. أتمنى القصة تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناة. ياريت تتأكدوا انكم فعالين الجرس على الكل عشان يوصلوكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا في قصة جديدة إن شاء الله.